عيشون يوسف الزروالي الفار من العدالة في المغرب. رجعت للمغرب والله مازال خاصك ترجع للمغرب تشوف سيدك. راهو دائما اكدها لكم العياشة، راه نقول لكم انتم اللي معولين على استمرارية نظام محمد السادس. انا راني لا اجد لمرضكم دواء، لان نظام محمد السادس سيسقط. سيدنا اللي هو تيقول بانه والله تتحيد الملكيه، اقسم بالله العلي العظيم انه والله تنموتوا عليك حنا حنا والله تنموتوا عليك. والله ما كاينش شي واحد انه واحد النهار غادي نسمحوا له باش يحيدك او يقول فيك كلمه. وحنا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى من الله كل شيء يكون مزيان وفرحان. تحيه لخوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، الله يجازيكم بخير. بارطاجيو هذا الفيديو مع العائله ديالكم، مع الصحاب ديالكم، في القنوات ديالكم. لي لايك كاع اللي تيحب الزروالي وتيكره الظلم يعطينا لي لايك ديالو، كاع اللي تيحب الملك ديالو والبلاد ديالو يعاوننا بلي لايك والبارطاج. خوتي العزاز، خوتي العزاز، نتمنى من الله تكونوا مزيانين وفرحانين. اليوم يوسف الزروالي غادي يوريكم الحقيقه اللي تيتعرض مسكين لبزاف ديال الحوايج من اجل الدفاع عن الوحده الترابيه، لانه الزروالي عنده تاريخ في الدفاع عن الوحده الترابيه. والزروالي هو الوحيد، او كاينين الناس اللي بحالي اللي تيدافعوا على البلاد وما تيحتاجوش لا وسام، ما تيبغيوش لا دعم، ما تيمشيوش يقلبوا على سيدنا ملي تيجي هنا الباريس او يبرزطوا المسؤولين عطيونا، لانه عاشقين الملكيه ونحب الوطن ديالنا والله الوطن الملك. اليوم غادي نهضروا حتى على نعيمه البدويه اللي غادي نصدمكم في اخر الفيديو. واليوم تنوصلوا رساله ديالنا للسي الحموشي، ونوصلوا الرساله ديالنا رئيس النيابه العامه والمسؤولين الشرفاء، وبالاخص في ولايه مدينه مكناس. غادي تشوفوا هذا الخائن هذا راضي الليلي اللي اكبر واحد الان خائن اللي مشى تيبين تيندوف وتيضرب في الملك مباشره بجميع كلام اللي هو ساقط، اللي تيضرب في سيدنا الله ينصرو في الدوله، اللي خرج لها نيشام انه تيقولك انا خدام مع الجنرال الجزائري وانني انا ضد المغرب. خرج شي هاجمني، وغادي نخليكم تسمعوا شنو تيقول فيا. عيشون يوسف الزروالي الفار من العداله في المغرب. رجعت للمغرب والله مازال خاصك ترجع للمغرب تشوف سيدك. راه لا يعفي عليك ان شاء الله، لا يعفي عليك. لا رجع للمغرب راه لا يعفو عليك، يحقلوا عنك هذاك الحكم وتم تعيش فم وتستعرض عليهم عضلاتك انت فم وكتافك وكذا، تبقى تقول لهم عيش ما تعيش العيش عيش. انا ما قد شفت واحد يقول لك المغرب زوين هو عايش في فرنسا. مشي يعيش عند سيدك في الديمقراطيه اللي عند سيدك، عيش مع الناس فاهم وتعالج في المستشفيات في المغرب، وعيش بيطالي مع المغاربه وعيش معاهم الفقر. هذه كان بالنسبه لنا الوطنيه، مش الوطنيه تمشي لفرنسا تبقى تقول عيش الملك عيش الملك المغرب زوين. المغرب سكن فيه، شي سكن فيه مكبر كتافك. عقول العصافير اجساد الفيلة وعقول العصافير، هذا كامل ينطبق عليكم ايها العياشة. دائما الراس ما عندكم فيه ولا شيء، وتتناقضون مع انفسكم. خلونا نضحكوا في نهاية هذا اللايف مع اخر شطحات المخزن المسكين اللي يعني يبين لكم فعلا على انه هذا النظام اللي معول عليه معول على الخلاء، واللي يعني اللي دائما اكدها لكم العياشة. راه نقول لكم انتم اللي معولين على استمرارية نظام محمد السادس. انا راني لا اجد لمرضكم دواء، لان نظام محمد السادس سيسقط. نقبضوها من عندي انا، نقولها لكم العياشة. غادي نجاوبك باخلاق وباداب، لانه عاشق الملكيه كلهم تيكونوا رجال ولا ينحنيوا الى الفساد والى الظلم. متى تكون عندك غيره على الوطن ديالك تلقى راسك داخل المشاكل اللي هي صعيبه بزاف، وبالاخص هاد المشاكل وبالاخص على برا. قلتي بانني هارب من العداله، وقلتي بانه قول الملك ديالك يعفو عليك، وانني عياش وتنرفع الرايه لهنايا وتنتعنى بالصحه ديالي وبكل شيء. اذا انت حاضي جميع الخطوات ديال يوسف الزروالي وتتعرفني مزيان.
اللهم انت القوي ونحن الضعفاء، وانت الغني ونحن الفقراء. حاشا ولله باش غادي نتعنوا بالصحه ديالنا، والله هو القوي. فلك انت تدرك الفورمه ديال الزروالي، فما عمر شي واحد تيكون بياع وتيكون برقاق ويكون خائن وتيكون زوين او صحيح. ديما تلقاهم ضعيفين وخايبين في وجههم وما مقبولين، سبحان الله. ثانيا، انت وقع لك مشكل في المغرب، خرجتي من العمل ديالك وجيتي بعتي الوطن ديالك والملك ديالك. وانا كان عندي نفس المشكل ديالك. هين انا مع واحد الناس في الامن الوطني اللي المكتب 11 في ولايه الامن مكناس، تعداو عليا، كرفصوني بالسب بالشتم، مرضوا با مرضوني انا. هاد الناس اللي دايرين يديهم مع ناس يوتيوبر ودايرين يديهم مع عبد الفتاح زهراش، واي فوق ما تندخل الولايه تيخرجوا اليوتيوبر تيقول لك الزروالي في ضيافه الولايه. درت بهم شكايه في 2022 خائن الوطن بالقانون، وانه واخا درت بهم شكايه هما اللي تصنتوا ليا. اول مره تكون في التاريخ ديال القانون. وعيت ما نصبر باش بحالك ما يخرجش يضحك عليا. عيت ما نقولش ما نضربش في هاد الناس، لانه تابعين واحد المؤسسه اللي تنبغيها، رجال الامن الوطني، مؤسسه الامن الوطني اللي تنموت عليها. عيت من رد لقلبي ونقول هاد التلاعبات اللي تيديروا معايا الثلاثه هادو راه عيقوا عليا بزاف. قلتها لامي، قلتها لبا، قلتها لمرتي، قلتها لخوتي، قلتها لصحابي، قلتها لسيد وكيل الملك، قلتها لسيد وكيل العام، قلتها لكاع اللي تنعرف، لانه عارف بحالك غادي يخرجوا يتشفاو فيا اعداء الوطن، يتشفاو ويقولوا يا الزروالي شنو كنا تنقولوا لك، ولا قول لسيدك وقول. كنت عارف هذا الشيء هذا. ايفيتيتهم انني خويت المدينه، عطيتهم عنوان ديال مدينه اخرى باش ما نعاودش نجي عندهم، وباقيين تيعاودوا يشدوا الشكايات للناس اللي ضدي. وحده سميتها سعاد اقديم تتقول لهم نعطي 200 مليون باش نديهم من الحبس، وهو انه تيتصنتوا لنا المكتب 11. داروا لي خطه باش يهودوني للحبس اللي ما دخلش فيها النيابه العامه وما داخلش فيها السيد الوالي. 3 ديال الناس في الامن الوطني اللي انا نهضر على هذا الجهاز اللي تنحترمه وتنقدره. اليوم غادي نقول بزاف ديال الحوايج في هذا الامن. خبرك بانه الزروالي بعض المرات في الصيف اللي تنعمر الشمال بزاف، في شهر 8 كامل تندوزو في الشمال، او تنكون في شهر 7 في مكناس، تمشي نشري الماء تطيح عليا بعض المرات حتى 1500 درهم. قراعي الكبار ونبردهم وندور على رجال الامن الوطني كاملين ونعطيهم الماء بارد مساكن. اقل حاجه نديرو في حقهم اللي هو واقف هذيك درجه الحراره 45 درجه. بعض المرات نوقف ونجبد شي بركه ونقول لهم الله يجازيكم بخير، هذا العشاء ديالكم او الغداء ديالكم مني لخاطري، لاننا عاشق هذا الجهاز وليس الامن، بالامن بصفه عامه، الدرك وكلشي. ناس يستاهلوا كل احترام والتقدير، ناس مساكن تيتكرفصوا، حنا ناعسين وهما حامينا. لولا هاد الناس لكان المغرب يولي دم. ما تنساوش الجميل ديال رجال الامن الوطني بصفه عامه، والخير اللي دار فينا سيدنا اللي ضمن الامن والاستقرار. ولكن هذا المكتب كرفصني، مرضني، عامين وانا تنتهرب منكم على هذا باش ما يخرجش هذا الخائن هكا ويقول لي هذا الكلام هذا. وليس غير هو، الواتساب ديالي عامر. وشنو دابا قلنا كالزروالي؟ كنا تنقول لك والله ما يعقلوا عليك ويديروا لك ويفعلوا لك. ما نكذبش عليك، تيضرني كلامهم. الشي باقي تشفى فيا واحد ملكي بحال اللي بحالو، تنقولوا حنا ولد البلاد غدا نتلاقاو في البلاد ونتعانقوا. خوتي العزاز، جاو الناس هجموا عليا حتى لداري. واش كاين شي واحد غيجي من الدار البيضاء باش يهجم عليك في مكناس مجانا؟ كاع هذا حمق. فلوس تعطات من سعاد اقديم اللي داير بها شكايات في مكناس، اللي داز عند مكتب 11 وتيغطي عليها. واش انا ملي تنعطي فيديوهات للمكتب 11 تتقول لهم عطيت 11 مليون، الاخر تيقول فين الفلوس اللي عطينا على الزروالي فين؟ وتيشدها وتيقول لي اخويا هاد الناس ما كاينينش، هاد الناس ما كاينينش وانا كاين. ياك انا عطيتكم عنوان ديال طاجه، ما عندكش حق تعيط لي في مدينه مكناس وتتعيط لي، وحتى ما جاوبتكش في التليفون تتمشي تدق على امي وتنقول لهم الله يجازيكم بخير، ربا فيه السرطان. غنخليكم تشوفوا هاد الصوره هادي.
شفتوا هاد الصوره هادي ديال با مسكين ضربوا السرطان في النيف ديالو. تنقول لهم انا الا ما جاوبتكش التليفون تندير له سيلونس، راه نسمعوا هذا نعيط لكم او نجي عندكم، ما تجيوش لظهرنا. راه امي فيها الاعصاب وملي تدقوا عليها راه تترون مسكينه. عافاكم اقسم بالله العظيم. وعاود يجي عندك تنقول له ياك انا ما كاينش عندكم، ياك عطيتكم العنوان ديال طنجه، خويا من غادي يعيطوا لي في طنجه ديال التزم وغادي نمشي، بعد مني. تيقول لي ما تتغوت، تنقول ما تنغوتش، بعد مني، سيروا بعدوا مني، ياك داير بكم شي وبعدوا مني. ونمشي عند السيد وكيل العام ونقول له قول هاد الناس يبعدوا مني، وعاود يجيو. خطوا ليا باش غادي يهودوني للحبس. قالوا له سيروا هجموا عليه، غير تشانقوا معاه حنا غادي نجي نديوه. منين جاو ودخلوا عندي القهوه ودايرين فيديو تيقول لي نسميك راجل اجي هذيك تسدينا القهوه عيطنا للبوليس باش ما يجيو الاخرين. جاو لي بيرمانوس داونا البيرمانوس اللي تعطيهم التحيه ديال اناسي اللي كانوا جوج يوم الجمعه 2024 من السبعه هما تيحقوا معانا حتى 4 الصباح. ما تلقوناش مشيو بحالنا، قال لهم جيبوا لنا لابيجي. متى مشي لابيجي تلقى مكتب 11 يتسناني، وماشي هو لي بيرمانوس، ماشي هو لي بيرمانوس، ماشي هو، لانه لي بيرمانوس كان مكتب واحد جوج 2024 كان واحد اللحظه لقات له الهضره وعلى برا. قال له صاحبي من 10 د الليل وحنا مقننتين هنايا. اذا من 10 د الليل هما تيتسناوني 11 و12 و1 و2 و3 و4 و5. الخمسه بداو معايا التحقيق 7 السوايع وانا مضروب. ومرتي اللي عندها جنسيه فرنسيه في المستشفى، وبنيتاتي 3 مساكن اللي جبتهم من فرنسا يقراو في المغرب اللي غامرت بلا ما عمر شي واحد ما دارها. تيبكيو حيت شافوني ركبت في الاسعاف وانتم عارفين بنيتات. با مسكين تنشوف فيه راه هو والبرد، تنقول له يا نعيط للوالديه بان هاد الناس اللي طلقتيهم مشاو بحالهم حتى انا غادي نخرج. تيقول لي والله ما تهضر بالله، مالك مع عبد الفتاح زهراش؟ تنقول له انا ما بيني وبينه والو. قال لي انت طغيتي بزاف هاد البساله ديالك وكذا وكذا. قلت له انا هاد السيد هذا ما تنجبدو ما والو. قلت له عطيني دليل، عطيني الفيديو. قال لي ما كاينش الفيديو. واش تكذبنا؟ وعلاش هاجم على الناس؟ قلت له انت سوقك ياك راه حقوا معايا لي بيرمانوس. علاش انا تنتعامل معاهم هكا؟ حيت انا عارفهم ضدي، حيت هو ديجا واحد الناس قال لي والله حتى نهودك طير ولا تنزل. واش انت داير شكايه بهذا المكتب والشكايه ديال حقوا فيها البوليس فوق بوليس صيفطوها الرباط، وداير شكايه واحده اخرى في النيابه العامه وتجي عنده يقول لك شكرا؟ اسمع اخائنا رضا الليلي، شوف الزروالي المعاناه اللي تيعاني وما ندوش بلادي. قال لي غادي تسني هذا المحضر بالاقوال ديالو هو، اقصد عبد الفتاح الزهراش اللي تيطلع عند محمد تحفه. قلت له ما نسنيش لانه ماشي اقوال ديالي. قال لي سني. قلت له مشي بغيت الماء، قال لي سير للطواليط. قلت له نعيط للوالد، قال لي لا. قال لي والله تنهودك واحد شويه واحد فيهم الا ردوا الكاميرا داخل خارج واحد شويه وتجي واحد اتصال. هو قال لي شوف الزروالي دابا حنا راه رغبنا عليك وكيل الملك وغادي ما ديرش يديروك الحراسه النظريه وكذا وبرد. هو يقول له نوض هو يدير المحضر واحد اخر. قلت له انا ما غاديش نسني على المحضر اللي دار هذا، شدوه قطعوه. الشكايه ديال تحفه كانت نفس النهار، حيت هما داروا الشكايه 25 في شهر واحد، صنتوا لهم 25 في شهر واحد في هذاك النهار، لانه عبد الفتاح الزهراش فوق القانون. ياك المواطن المغربي تتمشيو تدير شكايه تعيطوا له ل 10 ايام 15 يوم او سيمانه، لماذا هذاك في نفس النهار؟ هل هذا فوق القانون؟ هل سيدنا تيخرج يقول لك هذا واحد مسؤول فوق ياك؟ سيدنا تيقول لك القانون فوق الجميع، أليس تلاعبا؟ والله العظيم انا مستعد نموت على الوطن ديالي، ولكن نتوما بثلاثه بكم رجال الامن الوطني، ثلاثه انتم لا تمثلوا مؤسسه، تمثلوا وظيفه. انت موظف واحد النهار تمشي بحالك. المؤسسه سميتها الامن الوطني، نحبها وتنموتوا عليها. وما تنساش بانه الامن في خدمه المواطن والمواطن في خدمه الامن. شحال من مجرم تيشدوا المواطن وتعيط رجال الامن الوطني. مؤخرا هذوك اللي في مراكش اللي قتلوا السائحات شكون يشدوهم في الكار؟ مواطنين. شكون اللي تيكره رجال الامن الوطني؟ غير المجرم. شكون اللي تيكره رجال الامن الوطني او الامن؟ هو اللي تيخالف القانون. اما الانسان اللي تيحب القانون وباغي
وباغي يعيش في امن وامان، تيحب الامن. حنا تنوصفوا السي الحموشي بالعين التي لا تنام، وتنوصفوا السي الدخيسي الرجل المخلص في زمن النفاق. واش كاين شي واحد اللي تيشد من العيون او تيشد من مراكش حتى لوجده على في الطوموبيل؟ واش كون كان السيد فكرشو العجينه ما يركبش في طياره اللي ساويه 1000 درهم؟ ومنين يمشي لوجده عند الاهل ديالو ما يشدش طوموبيلات عند كراء السيارات باش يحيد لهم المخالفات، ولكن هو ما تيعرفش باك صاحبي. نتوما بثلاثه بكم خاصكم تحطوا هذيك المهنه وتمشوا بحالكم اللي خلاو هاد الناس يتشفوا فيها. شكون اللي خلاه يقول الزروالي هربان من العداله؟ غادي نقول لكم، هي هاد سعاد اقديم وهاد عبد الفتاح زهراش اللي ما هودونيش للحبس في مكناس وتبعوني حتى لفرنسا. اذا واحد السيده تتقول لك انا مساعده اجتماعيه في ايطاليا، المساعده الاجتماعيه شحال تتشد 1,300,000 اورو. ما هي 1,300,000 اورو؟ هي 1,003,000 درهم. نقولوا حنا بالمغربيه 1,04,000 درهم. وتجي ودير محاميين في فرنسا ودير محاميين في المغرب، واي واحد دار شكايه في مدينه مكناس تنتحمل مسؤوليه. اي واحد دار شكايه في مكناس عنده مقابل مادي. وتنتمنى من رئاسه النيابه العامه الطاب باي واحد دار بيا الشكايه، راه كلهم عندهم قنوات، ودخل القناه ديالو تشوف كلها محتوى على الزروالي. حتى شرفي انه ما بقاش نصاب شفار ما بقاش يقولوها، حيت القضاء تيعطيني البراءه والحمد لله ما نقدرش ندير ديالنا، ولاو تيقولوا انا مثلي، تيضربوا لي في شرفي. اذا من وراء هذه السيده؟ ودرت شكايه بها وانه مكتب 11 صيفط السيد وكيل المالي قال السيده ما كايناش، وهي كاينه وتجي عندهم وعندهم عنوانها وعندهم رقم التليفون ديالها، وما يقدرش اي شكايه فيها سعاد اقديم تتخبع. انا لا اتهم السيد وكيل الملك لانه ما دايرش معكم التلاعبات، ولكن نقول لكم علاش. لانه كون كان السيد وكيل الملك لعب معكم هذا اللعب ديال البراش اللي نتوما خنتوا القسم والوعد اللي عطيتو امام الشعار الوطن وشعار الامن، انكم كره دارني في الحراسه النظريه. شا خائن راضي الليلي شو تيدوز الزروالي، هذا هو المناضل. ومن بعد انه نهار الاثنين كان 4 في شهر 2 والثلاث كان 5، وانه الملف تحول الى ضابطه اخرى باش يحقوا معنا. علاش؟ لانه كون كان السيد وكيل الملك داير يدو معكم ما غاديش يحول الملف الى ضابطه واحده اخرى اللي تنحيهم ديال توارقه اللي حقوا بجداره واستحقاق. كل الاحترام والتقدير لهم. اللي تيقول لك الزروالي عطيتهم الفلوس الله يرزيني في صحتي ما عطيتهم درهم، وهذيك الناس ما تيشدوش. وانا ما تنعرف حتى شي واحد في مكناس تيشد الفلوس. انا تنعرف هاد مكناس مدينه الامن والامان. مكناس من احسن مدينه تخرج 2 الليل 3 الصباح 4 الصباح، واقولها وافتخر. 3 ديال رجال الامن الوطني، وكاين واحد الرابع غادي نهضر عليه. نتوما لا تشرفوا هذيك المدينه. من حقي ننتقدك لانك بغيتي تدمرني، وانتوما المكتب 11 اللي خليتو بحال هذا يعايرني ويضحك عليا ويدير ليا واحد الصناره باش نرجع معاهم. اذا بزاف الناس اللي ضربوا في الوطن ديالهم واللي كرهوا الوطن ديالهم بحالكم تيكرهوا الناس في الوطن، ولكن انا لكم بالمرصاد بالقانون. المهم نعيطوا ليا وعرفوني انا في الرباط باش ندير لقاء مع السيد الحموشي ولقاء مع السيد دخيسي بالطلب، وانا ندير لقاء مع السيد داكي اللي حطيت الطلب ديالي نهار 13 في شهر 2 في رئاسه النيابه العامه باش انا مشيت للامن الوطني نعطيه، بدا تيعيطوا ليا. اذا الا كنت انا ما حطيتش الطلب راه انا كذاب. ولاو سر ساقوا الخبر انا تما اجي جينا داروا بيا سداوني. قلت له دابا واش جبتوني باش تسمعوا ليا ولا جبتوني باش تسرقوني؟ لانه في القانون ديال الامن تعطيني استدعاء وتعيط لي وتقول لي السلام عليكم عندك تجي لواحد المكتب السنسن راه بغيناك. اختطفوني قدام ولادي
وقدام مرتي وقدام نزهه العلاوي، وداوني 6 قال لي غادي نحقوا معاك. اذا انا في الولايه ومازال ما تفتح الموضوع، وخرجوا القنوات وتيقولوا الزروالي في ضيافه رجال الامن الوطني على المكتب 11 باش عرفوا. اذا هما فتحوا معايا الموضوع حتى ل 11 الليل. السي الحموشي السي دخيسي رد الكاميرا فوقاش تحل البيرو باش يحقوا معايا، ورد فوقاش رجعوا القنوات خرجوا تيقولوا بانه الزروالي راه عند البوليس. شكون اللي تيخرج السريات البحث؟ علامه الاستفهام. اذا ما خفي كان اعظم. فمك ناس ولايه مشرفه للوطن، كاينين ناس عندهم مناصب في مكناس تيشدوا المجرم في اقل تلقاو مساكن كله مع الاعصاب ديالهم والخدمه شرفاء. ولكن الا مشيتي تكتب 11 كاين واحد عصابي تيجي تيقمع عباد الله وجوج براش، هما بثلاثه بيوم شي تيضرب في شي واحد ما محامل مع واحد. بعد المكتب خصو يكونوا فاهمين هذوك الناس، يكونوا يدا واحده لانهم هما في مكتب واحد باش يحلوا المشاكل. رئيس الشرطه القضائيه احتراماتي لك، شحال من واحد شكات في مكتب 11؟ شحال من مره تقول تنتقمع؟ اما الحمد لله انا في مكناس يعرفوني مزيان، اهل مكناس عرفوني الزروالي فاعل الخير، تندير الخير في سبيل الله ولا ازكي نفسي، هذاك في سبيل الله وسبيل الوطن. ولكن تيقولك الزروالي ذكي، تنعرف كل واحد كيفاش كرشو باش معشيه. وانا يشرفني رجال الامن الوطني بمدينه مكناس، لان هذا الموضوع تيخص مكناس نتكلم عليه، اما المغرب كامل ما شاء الله عليه، من سيد الوالي حتى اللي تيكون في الباب، ناس ذو اخلاق عاليه. انت جاي وتيبتسم لك في وجهك، مرحبا. لا النساء اللي تيشدوا لاكارت لا في الفوق، كلهم الاداب الاحترام الاخلاق الا نتوما. اذا الان السي خائن الوطن راضي الليلي، شفتي الزروالي اللي تتقول لي انت علاش ما تتعيش في المغرب؟ وانا فين كنت نعيش؟ راك كنت نعيش في المغرب. تقدر انت دي ولادك المغرب، انا ديت ولادي المغرب ومكتب 11 جرى عليهم. عطيوني شي قانون اللي تيقول لك بانه رجل الامن الوطني خصو يتسناك من 10 الليل حتى ل 11 حتى 5 الصباح. عطيني شي قانون خرجوا لنا سيدنا ولا الدستور ولا وزاره العدل ولا اداره الامن بانه المواطن تصنت له مع 6 الصباح وهو مضروب. ياك نهار الجمعه وانا جاي لانه الملف هي لا تفتح عند البيرمانوس، ضروري نهار الاثنين يتكمل ونجيو هذيك المناسبه. ولكن انت تصنتي لي في الشكايه ديال زهراش واللي مدخله فيها سعاد اقديم، باش منين هو الحبس تكون سعاد اقديم داخله في الشكايه. باش يحشوم عليكم تلعبوا تخسروا صوره مؤسسه عندها 68 عام ديال الوفاء والعطاء اللي عطات الوطن، وتجيو نتوما تلعبوا هاد الملاعب بان باش ترضيو سعاد اقديم وترضيو عبد الفتاح زراش. باش يحشوم عليك عبد الفتاح زراش تجي تحاربني حتى لفرنسا وتعطي فرصه لاعداء الوطن وتقول لهم هذا مجرم. باش انا مجرم؟ انا تنتحداك عبد الفتاح زراش، انا يعطيني الاوكي نحط لك النصب والاحتيال ديالك. انا يوسف الزروالي بكامل القوى العقليه ديالي حط لي النصب والاحتيال اللي نصبت على الناس. لا يشرفوني ندي ديال الناس. شفتي كي تيستقطبوني اكبر عدو الوطن تيدير لي هكا باش نرجع عنده. ولكن ما نقدرش نبيع وطني، ما نقدرش شوف انا با مريض ياك بزاف وامي مسكينه، وانا ما نقدرش ندخل المغرب حيت مكتب 11 تيتحلف عليا قال لي والله تنديك للحبس. شي واخا يموت با وما نشوفوش وتمي تموت امي وما نشوفهاش، ما نقدرش نضرب في الوطن ديالي، لانه بحال اللي غادي نخرج من الاسلام. الوطن مثل الاسلام، لانه حب الوطن فهو من الايمان، وما نقدرش نبيع الملك ديالي، لانه كلكم الخائنين الوطن اللي هنا في اوروبا كلكم عندكم وظيفه. شنو هي هذه الوظيفه؟ هو الضرب في الوطن والضرب في الملك، ويتخلص لكم الكرا ويتخلص لكم الضوء ويتخلص لكم الماء وكل شيء. انا ما نقدرش، انا نبقى دائما وفي لوطني ولملكي. واخا ظلمت
سير عندك 7 شهور، سير عندك عام، سير عندك كفاله 5 مليون، سير. انا هي سير. لانه نهار اللي درت واحد الوقفه هنا في فرنسا، نهار اللي درت هاد الوقفه في فرنسا بالمغاربه وجنود الخفاء اللي تنحييهم، كانت 3000 واحد. كانت ضربه قويه البوليزاريو. علاش؟ لانه كان تيقولوا لهم راه الجاليه كرهوا الملك، كرهوا البلاد. ملي شافوا هذه الوقفه دوخناهم، حتى اللي كانوا مدعمين الى الجمعيات البوليزاريو هنا في فرنسا في اوروبا ما بقاوش يدعموهم. قال ما يمكنش، حنا هادو عاد زاد كثروا. هوت 2 اسعافات موراها بشهر، لقيت السيد عاد تتسناني في المطار في الفرقه الوطنيه على ملف خاوي. مشيت عند هذاك البوليس قال لي والله الا حشومه تعذب على هذا الملف. صدق هذاك السيد هو اللي متابع ماشي انا، بالشكايه الكيديه ديالو. دخلت للحبس موراها بالشكايات الكيديه. سر وتصور وحده تقول لك انا خدامه في الميناج، هذه اللي وحده اخرى اللي جات في 2020 قالك عطاتني 20 مليون، شديت البراءه. سير راه عندك 7 شهور، سير يا ودي. راه حنايا راه محاربين واماد الاعداء. راه تيقولك علاش تقول المغرب زوين. خائن الوطن رضا الليلي الزروالي راه عاش في حومه شعبيه سميتها بني محمد بن كناس، وكبر في بيت واحد، ومن بعد انتقلنا الى دار، ومرحله والديه حتى 2016، وما شريت الدار حتى 2022. عشت الفقر، مشيت البحر حتى درت 21 سنه. ولكن انا احتفظت على صحتي اللي هي تتخلعك، احتفظت عليها. ما مشيتش تبليت بالحشيش والكارو، كنت مكافح، كنت نخدم اخوتي العزاز متخناجور معلم السباحه في بيسين الزويتينه وانا صغير. تنخدم من 9 حتى 6 العشيه، ونمشي نخدم عاوتاني من 7 العشيه اجون سيكوريتي حتى ل 12 الليل في واحد المطعم. سيادي وصحابي تيمشيو يتساراو في البحوره وانا تنخدم باش نعاون والديا، وفي الصيف تتكون محركه في مكناس. شتي التصويره اللي وريت النوبه الاولى فين دار با العمليه، دارها في الطبيب ديال الدوله اللي تنشكرو. امي ملي دارت العمليه على المره راه دارتها في الطبيب ديال الدوله اللي تنفتخر بوزاره الصحه. والحمد لله كاين نقص الصحه، ولكن حنا عندنا ثقه كبيره في بلادنا، غادي وتتحسن هذاك الشيء. هذيك ارضنا، والمغرب داير كي السفينه، الى غرق نغرقوا كاملين، ولا نجا ننجو كاملين، وان شاء الله غادي ننجاو بالقائد ديالنا امير المؤمنين سيدنا اللي هو تيقول بانه والله تتحيد الملكيه. اقسم بالله العلي العظيم انه والله يتنموتوا عليك حنا، شي حنا والله يتنموتوا عليك. والله ما كاينش شي واحد انه واحد النهار غادي نسمحوا له باش يحيدك او يقول فيك كلمه، وحنا مازال حيين. انت اب الروحي ديالنا، ورمز الاستقرار، رمز الحب والعطاء. تعلمنا منك بزاف، خلوق. ما عمر شي نهار خرجتيه انت الشعب ديالك ولا شي ناس. دائما تعلمنا منك الصبر، تعلمنا منك الاخلاق، وحنا فرحانين بك على الانجازات اللي قدمتي للوطن ديالك. وانا تنهضر بسميتي يوسف الزروالي، عمرني ما نخونك، ما عمرني نغدرك، لانني تنبغيك وحبا لله. تنشكر السفراء اللي دارهم سيدنا والسي بوريطه اللي دارهم في اوروبا. انا في اوروبا الناس اللي ولاو تيمدوا المساعدات، اللي تيفتخروا. تتمشي تدير رونديفو تيتعاملوا معاك مزيان، ماشي انا كلشي تيتعاملوا مزيان. هادشي تيشرفنا بانه تيتهلاو في الجاليه، والجاليه مفتخره بالمسؤولين ديالها ومفتخره بالوطن ديالها. كنا تنحلموا في الصيف نعودوا لبلادنا ونعودوا كلشي، ولكن راه كاين الفساد. راه سيدنا او تيقولها الحبيب ديالنا سيدنا تيقول لك انا كاينين شي ناس وما تنثقش فيهم، ولكن عاونوني نتوما كشعب وما تنسمح لكمش نكتب 11 على الظلم اللي تعرضتوا ليا، وانه بغيتوا تكرهوني في واحد المؤسسه اللي تنبغيها، ولكن يحيى الملك ويحيى الوطن. كل احتراماتي والتقدير لك السي الحموشي، انا ما تنتحسرف لكش، وانا راجل وما عمري نحني الراس لشي واحد وتنتحسرف له، وما عمرني طلبت شي مسؤول يعطيني الفلوس ولا شي حاجه. الحمد لله جوعي في كرشي وعنايتي في راسي. انا تنقول لك السي الحموشي ما يمكنش ان شي نهار انني نخرج نهاجمك على قبال هاد الثلاثه هادو. تنتمنى يتفتح تحقيق، وانا درت الشكايات ديالي لرئاسه النيابه العامه، ودرت الشكايه ديالي للسيد وكيل العام
مدينه مكناس اللي تنثيق فيه. انا ما بغيتكمش تدافعوا عليا حيت يهاجموني اعداء الوطن. انا بغيت حقي بالقانون، حيت الا تفتح حقي بالقانون غادي نشد حقي. وكاين خلل السي الحموشي. اخواتي اخواتي المغاربه، حب الوطن شي حاجه زوينه، وبلادنا تاج فوق الراس. ربي يحفظ لنا بلادنا مليكنا، تنفتخروا بالتراب ديالها. خوتي اللي تيقول لك هو خائن راضي الليلي، لماذا الصحراء غربيه وليس مغربيه؟ على الاستعمار الاسباني شكون اللي استعمر؟ هل استعمر الصحراء الغربيه او استعمر الصحراء المغربيه؟ استعمر الصحراء المغربيه. حنا ما كناش نعرفوا شي حاجه سميتها البوليزاريو، لانه نهار اللي قدم المغرب المساعده للشعب الجزائري او الحكومه الجزائريه باش يخرج الاستعمار الفرنسي، انه سيدنا وجدنا الله يرحمه محمد الخامس لما خطب واحد الخطاب ليدافع على حريه وعلى الاستقلال الجزائر، كان ما بين الجزائر والمغرب ما كاينش شي وسيط، حتى موريتانيا ما كانتش. اذا فالصحراء فهي مغربيه. وحيد انت تقول الصحراء الغربيه، اذا نسميك راجل دخلها، اذا نسميك راجل دخلها، لانه حامينها رجال. انت بعدا صعيب تكون ليك راجل، والرجله راه ماشي تتصنع، بل الرجوله موهبه من عند الله تيهبها لمن يشاء، لانه كاين الذكر وكاين الرجل. وانا تنصح اي واحد عنده شي مشكل في المغرب ما يحقدش على ملك البلاد او رئيس هذيك المؤسسه، فثقوا بنا في ان بلادنا بلاد مؤسسات. وهذا الموضوع الزروالي فهو راي عام، ونالي تحت تحقيق غادي ندخل لبلادي براسي مرفوع، لانه الحق معايا. واخا نتوما المكتب 11 حرمتو بنيتاتي مساكن وضيعتيو لهم الدراسه ديالهم في المغرب، ودابا تيقولك بابا فوقاش نهودو المغرب، راه حنا سالينا الكونجي في فرنسا. تنقول لهم بنتي اي واحد شويه وغادي نهودو. كاين واحد الاخ تا هو مسكين سميتو اخ بن دياب، حقوقي في مدينه بكناس، واحد رجل الامن الوطني الرابع اللي قلت لك ما يشرفنيش، انه مشى قال لهم راه ضربني ودار لي وفعل لي. وهذا السيد مسكين خدام في التعليم وتم اعتقاله وضرب شهر الحبس، وفي الاستئناف شد البراءه، و9 شهور الان ما خدمش، موقف من العمل. ان شاء الله عاد يدوز مجلس تاديبي في التعليم ويرجع له الخليصه ديالو. كون ما شدش البراءه كانت تمشي له العمل ديالو، وكان بسبب هذا الرجل الامن الوطني تشتت اسره. وهذا السيد هذا باش عجبني بقى شاد في الثوابت ديالو، وبقى شعار ديالو هو الله والوطن الملك. وانا تيعجبني انسان اللي تيوقع له جميع المشاكل وتيبقى شاد في الثوابت ديالو، لانه اي مناضل تيكون عنده كتاب، وهذا الكتاب ما يكونش خاوي، خصو يكون فيه النضال ويتكتب هذاك النضال باش تم تشرف وتولي جد. نهار اللي تبغي تحاجي لحفايضك تعاود لهم على شنو دوزتي. اخواتي اخواتي المغاربه، ف الله يحفظكم ويستركم. بالنسبه للموضوع ديال النعيمه البدويه غادي يكون واحد اللايف زاند في العشيه، غادي نحطوا النقاط على الحروف ويدخلوا المتابعين على هاد اليسرى هادي، اي واحد شدها تيستغلها. اللي تحت له المشاهده تيمشي عند هاد البنت، وكنت نقول لكم بان هاد البنت ضحيه، واي وحده بغات تطلق، اي وحده بغات تطلق انا خصها اما تضرب فمها، يا اما تضرب في راجلها، يا اما تطلق، او الراجل يضرب في مرته او يضرب في مو في باه باش يطلع في اليوتيوب. وهذا لا يشرف بلد ديالنا والوطن ديالنا. وان شاء الله غادي نديروا شي وقفه هنا في فرنسا، ربما تكون في ديال عيد العرش او عيد الميلاد ديال سيدنا. وحنا ما بقيناش نقولوا غير ملك ديالنا فقط،
فهو اب الروحي ديالنا. ربي يحفظك لينا سيدنا، وتنحبوك بدون مقابل. نموتو حنا وتعيش انت يا الغالي.